اتكلمنا في نقطة الامتنان لما اتكلمنا في أول يوم في حتة اللي هي إن إحنا نرفع ذكرياتنا زي ما قلت من شوية، وقلنا إكزامبل ليها الامتنان والحب والكلام ده، ودينا دلوقتي برضه قلنا العطاء. فخلينا نركز تاني ونذكر تاني، لأن الموضوع فعلا مهم. موضوع الامتنان ده موضوع مهم حقيقي، موضوع مهم إن إحنا نفهمه بشكل كويس ونعي ب- بالنتائج بتاعته، بالمردود بتاعه في حياتنا. فخلينا برضه نتكلم فيه تاني دلوقتي، نذكر باللي قلناه ونستفيد أكتر في حتة الامتنان. الامتنان يعني كل ما مارسناه، كل ما خصصنا له وقت كده في حياتنا في يومنا. حقيقي أنا في أشياء كده زي ما قلت قبل كده ما ينفعش يوم يعدي من غيرها، من ضمنها الامتنان. مش عشان بقى هو تمرين وانا عرفته مثلا من حد معين، لا لا. اه طبعا انا في الاول كنت باخده كتمرين وكده، بس بقى اسلوب حياه عندي. ما اعرفش اعيش من غير ان انا اقعد كده، ويعني غير ان انا طول اليوم الحمد لله اذكر نفسي. واي حاجه زي ما قلت لكم كده، ان انا كل حاجه بعملها بشكر على قد ما بقدر وعلى قد ما بجتهد وعلى قد ما بتذكر. بس لا، الموضوع يستاهل ان انا يبقى في وقت كده معين انا حطاه، ببقى قاعده انا ورب العالمين بس قاعده بعدد النعم وبشكر ربنا فيها، من باب اكتفاء، من باب ان انا يا رب يعني عطائك لا محدود. انا مهما قعدت كل يوم لحد اخر يوم في عمري امسك بس النعم واشكرك عليهم، النعم دي مش هتخلص من حياتي، مش هتخلص. لا تعد ولا النعمه الواحده بس، النعمه الواحده بس لا تعد ولا تحصى. لو قعدتي بس عدتي فهي فوائدها ايه وشكرتي ربنا بس على كل نعمه واحده، مش هتحصي اصلا، لا تعد ولا تحصى. النعمه الواحده، تخيلي بقى انت بكام نعمه. فحاله الامتنان دي حاله من الروعه، روعه. بتحسي كده بروعه، بان في خير كتير لا متناهي حواليك. حتى بقى لو انت استقبلتيها او ان انت اديتيها، يعني الامتنان نفسه ده لو انت قلتي شكرا للرب، للإله يعني، أو لرب العالمين، أو للبشر، أو للأشياء شكرتيها، أو إن أنت استقبلتي الشكر ده من حد. الاتنين بيدوكي إحساس كده بالروعة، إن أنت شكرتي حد إن هو عمل لك حاجة، تحسي كده إحساس جميل. أو إن أنت عملتي حاجة فحد شكرك، تحسي بنفس الإحساس. فالشكر ما نقتصرش بس إن إحنا نقعد نشكر 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 ولما يجي حد يشكرنا نقفل الباب. لا، نستقبل الشكر ده، نستقبله ونبتهل ونشكر ربنا ان احنا قدرنا نعمل الحاجه اللي الشخص ده شكرنا عليها اصلا. فيعني الشكر ليه ابعاد كتير قوي، فاحنا دايما يبقى عندنا وعي ان احنا نشكر آه على اللي احنا عملناه، او على اللي احنا آه اللي حد يعني عمله لينا فبنشكره، او ان احنا عملناه لحد فبيشكرنا. الاثنين نفس المعنى، والاثنين نسمح لنفسنا ان احنا نعمل، نكون حلوين وجمال كده ونشكر، نشكر كل حد وكل شيء وكل فعل وكل كلمه حلوه نشكر. وان احنا نستقبل نفس الشكر، نبقى في وضع استقبال للشكر ده. فكل ما انا فعلت الاستقبال للشكر والعطاء للشكر، كل ما اتصلت بروحي اكتر، لان الامور دي امور بتسعد الروح. الامور دي من الاشياء اللي الروح يعني بتكون في اعلى حالات مبتهجه. دي امور روحيه اكتر. الروح بتسعد لما بتشعر شعور الشكر والامتنان والعرفان ده، بتسعد. فبنبقى في اعلى حالات الاتصال بالروح اصلا. الموضوع الشكر ده لا بيفرق مع الجسد، زي ما قلنا امبارح وضحنا في امور كده ما بتفرقش مع الجسد والنفس اكتر ما بتفرق مع الروح. طبعا هما بيأثروا بشكل ايجابي وبشكل جميل وكده، بس بيسعد الروح اكتر. فتبقي دايما اصلا بقى كل ما فعلتي الامتنان كل ما انت في نقطه اتصال بروحك، كل ما بقت روحانيتك اعلى وحدسك اعلى، اتصالك بالله عز وجل اعلى،
بالامور بقى اللي هي الغيبيه زي الملائكه والدعم الالهي الجميل اللي احنا يعني لا ندركه ولا نشوفه ولا نبصره، بيبقى اعلى. الامور الروحانيه دي كلها تبص تلاقي فيه معجزات حصلت لك، استقبلتي اشياء من حيث لا تحتسب. يعني بيخليكي كده في حاله كمان من التقدير الشديد للشيء اللي انت بتشكري عليه. انت شكرتي ربنا على اموال مثلا، انت بتقدري المال ده، وكذلك يعني انت فعلتي شيء فانت بتكوني مقدره عند البشر. فحاله من التقدير، الشكر بيجيب لنا حاله كده من التقدير، احنا بنقدر الاشياء اللي بنشكر عليها. انت عمرك ما هتروحي تشكري ربنا على النعمه وتروحي تعملي حاجه فيها ضرر ل... نعمه مثلا زي الصحه، تروحي تعملي فيه حاجه فيها ضرر لصحتك. انت اصلا قاعده بتشكري على الصحه، فتروحي تعملي حاجه فيها ضرر لصحتك، تروحي تشربي سجاير او خمور او اي شيء بقى مضر للصحه. لا، انت تشكري ربنا على الشيء، تشكري ربنا على لبسك، على شكلك، على اناقتك. فتروحي تلبسي لبس مبهدل وتباني ان انت شكلك مش عارف عامل ازاي، وتروحي تلبسي لبس مقطع ولا مبهدل ولا. لا، هتقدري كمان اللبس اللي عندك، وهتقدري بسم الله انت بتتعاملي معاه بشيء من الرقي. تشكري ربنا مثلا انه ييسر لك آه، امورك في علاقه معينه جميله، صداقه او اخوه او زواج او وات ايفر كانت ايه. العلاقه دي تبقى مقدره عندك، انت عماله بتشكري ربنا على مين، فعمرك ما تروحي تستهزئي بفلان ده ان هو موجود في حياتك. بالعكس، هتقدريه وهتقدري العلاقه، وهتقدري اخوكي وهتقدري امك وات ايفر كانت ايه الحاجه اللي انت بتشكري عليها. هتبتدي تقديرك ليها هيزيد، وان هي تبقى شيء كده ليه كده قدر من الرقي كده عندك. وفي نفس الوقت انت بقى يعني الشيء بيجذب شبيه. فانت مجرد ما هتستقبلي الشكر، فانت اوتوماتيك هتبقي مقدره عند فلان ده، او عند مديرك في الشغل، او عند اصدقائك، او وات ايفر عند البياع اللي انت بتروحي تشتري منه. مجرد ما انت تشكريه وهو يشكرك، انت هتبقي مقدره عنه. فحتة التقدير دي مهمة جدا برضه، مرتبطة بالشكر زي ما ارتباطنا بالله عز وجل، ارتباطنا بالروح مرتبط بالشكر، وارتباطنا والمعجزات مرتبطة بالشكر. كل ما شكرتي كل ما تلاقي في حاجات كده واو حصلت لك، انت مش عارفة حصلت لك ازاي. لو كنت قعدتي كام وقت من الايام والسنين، ما كان ممكن يبقى صعب ان انت تحصلي عليه. فبيحطنا دايما على مستوى عالي من الذبذبات، مستوى عالي من الترددات، شديدة الارتفاع بقى، خلينا نقول مقياس بقى كبير جدا، مقياس واو من من الترددات وال... والذبذبات زي ما قلنا. والاتصال العالي بالله، لأن كل ما اتصلت بالله وبروحي، كل ما أنا أصلا بقيت في مستوى عالي، عالي جدا من الترددات ومن الذبذبات اللي أنا بقى. فكل ده بيترد لي بقى شيء من الجمال كده مضاعف. خلاص بقى، أنا بقيت في حتة تانية، في مستوى تاني، مستوى أرقى، وعي أعلى. فكل ما هنفتح على مزيد من التجارب اللي بتجيب لي بقى الاشياء الجميله ديت في حياتي، وكل ما انا شخصيا هبقى ماشيه كده بأشاع طاقات جميله وذبذبات جميله. الناس تحب تقعد معاكي، الناس تحب تسمع لك، الناس تحب ان هي بس تبقى موجوده في محيطك. بس كده انت هتلاحظيها، بس تلاقي الناس جايه تقعد جنبك، ممكن يكونوا مش عايزين حاجه بس جايين يقعدوا جنبك. سبحان الله، عايزين يأنسوا بوجودك، يبقوا في أمان، يعني حاسين بالامان كده. انا كان بتتقال يعني احنا اليوم مثلا ما تبقيش موجوده فيه بنحس بحاجه غريبه، حاجه ناقصه. وجودك بيحسسنا بشيء من الامان كده، من الطمانينه، من السكون. نحس ان يومنا هيبقى جميل وفي كده اليوم هيكمل على خير زي ما بيقولوا. مزاجنا بيبقى حلو، يعني انت بتحسي بتاثيرك ووجودك في المكان اللي انت فيه. سبحان الله. وبتتألف وبتسمعيه، فوجودك بيبقى فارق في المكان، او عدم وجودك بيبقى فارق في المكان. فكل ما امتنينا وشكرنا ورفعنا بقى من مستوى الارتقاء بتاعنا واتصالنا بالله وبروحنا، كل ما بقى ده بيرفلكت في حياتنا. ودايما الامتنان زي ما قلنا هو
حاجة تبادلية، مش حاجة وان واي، نو، تبادلية. زي انت ما بتشكري تبص تلاقي ايه، انت بتستقبلي شكر من اللي حواليك. فانت كل ما بتصدري طاقات امتنان بشكل بقى مستمر، يبقى لايف ستايل عندك، ما يبقاش حاجة اللي هو كل ما تفتكري كل ما فين وفين، لا، انت دايما في هذه الطاقة، دايما مغلفة بهذا الغلاف. انت ماشية كده، انت في الوعي ده، فانت بوعي بقى وبإدراك، مش من بسبب بالصدفة. يعني ده من اكتر الاشياء اللي انت تبقي مركزة ومتعمدة بتعمد منك ان انت بتعمليه في حياتك. لان الامتنان والشكر لله من الاشياء الخطيرة. ورب العالمين ادى وعد، ولئن شكرتم استأذن ربكم ولئن شكرتم لأزيدنكم. وعد إلهي قاطع، ما فيهوش هزار، ما فيهوش يمكن وما يمكنش، انتهى نقطة. بإيمان قاطع بقى جواكي، لئن شكرتم لأزيدنكم، انت تبقي فاهمة ان انت بتزدادي بقى في كل شيء. بتزدادي في وعيك، بتزدادي في تردداتك، بتزدادي في خبراتك، بتزدادي في جمالك، في روعتك، في كل حاجة، في حبك لذاتك، في حب الناس ليكي. فانت دايما ماشية بتشاعري طاقة انت، بتصدري طاقة انت بشكل مستمر بقى، وهيبقى اوتوماتيك، وهيبقى الديفولت بتاعك، وهيبقى بشكل تلقائي. فمقابل ليها بتبتدي ان انت تتلقي بقى طاقة تجعلك اكثر قربا من رب العالمين، اكثر شكرا لرب العالمين، اكثر ايمانا برب العالمين. فبتبتدي ان انت ترتفعي اكتر، وهكذا. هي مسألة تدرج. كل ما بقيتي مركزة اكتر و- ومستمرة بوعي وبتعمد زي ما قلنا منك، انت مركزة وقاصدة ان انت تبقي في هذه الحالة، ما تسيبيهاش كده باي لك، نو. فكل ما بقيتي اكثر اتصالا بالله عز وجل، كنت كل ما بقيتي في وعي مستوى اخر بقى، ابجريد كده، كانك بتعملي ابجريد لنفسك، ترتقي. خلاص، خدتي التراك بقى. طاقة الامتنان دي يا جماعة بيشبهوها كأنها طاقة مغناطيسية. سبحان الله. أنا الكلام ده كنت يعني أوكي ماشي، معلومة حلوة تمام أوكي، بس فعلا لما خدت الموضوع فعلا من باب بقى فعلا شكر لله فعلا، مش من باب انا بعمل تمرين وخلاص وتمام اوكي ويلا نطبق وكده، لا. خلاص بقى جزء مني، جزء من شخصيتي، جزء من كينونتي كده، خلاص. فبقيت في كل لحظة، في كل وقت، في كل نفس، في كل حاجة، يعني الحمد لله رب نعمة من عند الله عز وجل. متذكرة الموضوع لحد ما اتحفر، يعني الحمد لله يا رب، بنسبة خلينا نقول أكتر من الأول بمراحل. اتحفر خلاص في وعي بنسبة معينة، ويمكن في لسه مستويات أحلى وأعلى، وأنا لسه مكملة فيه. فالموضوع يستاهل فعلا إن أنت تخصصي وقت كل يوم تقعدي تتصلي بالله وتشكري الله، ورقة وقلم وتكتبي نعم تشكري ربنا عليها. يعني أنا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، تقعدي بس كده، بس أهو أنا قاعدة، أنت قاعدة في مكان أهو، في بيت، بس دي لوحدها نعم. وتشوفي بقى تفاصيل البيت ده إيه، إنه واسع، إنه فيه مش عارفة إيه، إنه مفروش فيه سجاد، انه في اضاءة، انه الوانه جميلة، ان تقسيمته حلوة، انه مريح، ان انت بتقدري تستقبلي فيه ضيوفك، تقعدي مبسوطة فيه، ان انت بتقعدي حاسة بالامان فيه. شوفي بقى، عدي بقى، اقعدي لك شهرين ثلاثة بس ماسكة النعمة ديت، مش هتخلصي. مش هقول لك يومين ثلاثة، لحد اخر عمرك هيطلع لك اشياء بتشكري ربنا عليها، بس عشان قلتي كلمة بيت او شقة أو. فلا، يعني الشكر بحر لا ينتهي، وفعلا ما نفذت كلمات الله موجودة، ان انت تقدري تشكري وتمتني على اشياء كتير. سبحان الله. وننتبه ان ربنا قال ولئن شكرتم في المطلق، يعني الشكر لله وشكر لغير الله من الاشخاص. يعني ما نترددش ابدا ولا نتعالى على حد ان احنا نشكره، من اقل عامل عندك في الشغل، من الاوفيس بوي بتاعك، لحد
التوب مانجمنت، يعني مش عشان هو حد واو يعني واخد بوزيشن هقول له شكرا، لا. الحد اللي بس بيناولك ورقه ده شكرا تسلم ايدك، بلا تردد كده، بمنتهى جبر الخواطر والتواضع والاشياء الجميله بتخلي الناس يعني بتلتف حواليك، بيبقوا نفسهم يخدموا نفسهم. انت تطلبي حاجه بس اموري، بس قولي انت عايزه ايه. فعلا تبص تلاقي في حاجه غريبه حواليك، الناس كلها عايزين يخدموكي باي طريقه، عايزين بس يعني انت بس تطلبي من غير اي حاجه، مش عايزين اي حاجه، بس انت تطلبي اللي انت عايزاه، ايه يسر بقى. بس تلاقي يسر في كل حاجه انت متصله بيها، اذا كان في مكان شغلك، في مكان، في علاقاتك بقى عموما، في السوبر ماركت بتتعاملي معاه، الست اللي بتيجي تنظف لك، في ولادك، في مدرسين ولادك. مجرد بس ما انت خدتي الطاقه دي والتراك ده معاهم، تبصي تلاقي بقى في ايه، في ردود افعال غريبه. بس هي مش غريبه، هي طبيعيه وتلقائيه للي هو في المود ده، واللي هو ماشي في التراك ده، واللي هو ماشي في المنهج ده، وان ده حاجه ديفولت بتاعه. فهو ماجنت، هو مغناطيس. كل ما انت بتمارسيه وبتعمليه وبتقوليه في ترددات بترددي هذه الكلمة. وخليني تاني زي ما قلت في أول يوم، إن الشكر يا جماعة غير الحمد. يعني مش هندخل في التفصيلة دي، بس لو سمحتوا لما تشكروا اشكروا بلفظ الشكر على قد ما تقدروا، على قد يعني دربوا نفسكم على الوضع ده، على الكلام، على اللي أنا بقوله ده. لأن الحمد هو سكة تانية خالص، ولفظ بيتقال حاجة تانية خالص. فربنا قال ولئن شكرتم، ما قالش ولئن حمدتم. خلينا واضحين كده عشان نحط كل كلمة كده في مكانها. ولئن شكرتم لأزيدنكم، لما أجي أشكر أقول شكرا. لأن الحمد ده، خلينا أقولها كده بسرعة خاطفة، الحمد ده لله، لله فقط. أنت عمرك روحتي حد عمل لك حاجة وقلتي له حمدا لك؟ لا. خلاص. فالشكر، فالحمد أصلا ليه معنى تاني غير إن أنا بشكر الله. الحمد ده قصة تانية، قصة تانية خالص. الحمد ده صفة متفردة لله، محدش يتصف بيها في الكون كله إلا الله. ومش معناها شكر لله، معناها حاجة تانية. فخلينا لما نشكر نبقى مركزين إن أنا بقول شكرا لك، شكرا يا رب، شكرا لك، أشكر الله، شكرا يا رب، شكرا يا رب. خلاص. ف... فخلينا مركزين في اللفظ. يعني بليز، كل كلمة، كل لفظ ليه تردد معين. فأنا لما أقول الحمد لله أنا في تردد تاني خالص. تردد حلو طبعا وجميل، بس مش هو الشكر اللي هو يتوجه بالزيادة. ده حاجة تانية خالص وتراك تاني خالص. فاحنا لما بنقول الحمد لله واحنا احنا كده لا بنشكر ولا احنا فاهمين الحمد لله يعني، فاحنا ضايعين. فنسمي كل حاجة زي ربنا ما قال. شكرا يا رب على كذا، شكرا يا رب على كذا، شكرا يا رب على كذا. خلاص. يعني شعور كلمة الامتنان دي كلمة يعني دارجة بقى في المجال اللي بيدربوا والمدربين والكوتشز. اللفظ يعني مترجم من الإنجليزية gratitude، ترجموها الامتنان، بس احنا ربنا قال لنا اشكروا، ما قالناش امتنوا. فخلينا برضو يعني نبقى فاهمين ان الامتنان ماشي اوكي، هو الشكر وكل حاجة، بس لما اجي اقول شكرا يا رب زي ربنا ما امرني. سيدنا سليمان قال ايه؟ ليبلوني، هذا من فضل ربي، ليبلوني أأشكر أم أكفر. يبقى أشكر، ما قالش لا أمتن ولا لأحمد، قال لا أشكر أم أكفر. يعني النعمة اللي ربنا اداني ده فضل منه، ليبلوني أشكر أم أكفر. هشكر أشكر الله على النعمة ولا هكفر بالنعمة؟ وأقول بقى إن وأتجاهلها، أو أقول دي أنا اللي عملت وأنا اللي خليت لا. تمام. فبليز ننتبه، ننتبه 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 عشان نشوف أثر للشكر. يعني احنا يعني ممكن انت بيني وبين نفسك كل لما انا بشكر ربنا على كل حاجه، بس مش شايف. انت مش، احيانا كتير مش بنشكر، بنقول الحمد لله، بنقعد نقول احنا ممتنين ماشي، الالفاظ دي جميله، انا ما قلتش حاجه وكل حاجه، بس عايزين زياده، عايزين تبعيات القانون بتاع الشكر، نشكر، نقول شكر.
ماشي، وخصوصا مع الله عز وجل، يعني مع البشر اوكي ماشي، قولي انا ممتنه، قولي الالفاظ اللي بتحبيها، كلها حاجات حلوه، ما قلتش حاجه والله. بس فعلا كلمه، اللفظ اللي جه في القران المحدد اللي هو قال في معاه زياده هو شكرا. النعمه لما بتيجي ربنا بيشوف هشكر عليها ولا هكفر؟ هشكر يبقى هقول شكرا. ربنا قال ماذا، بسم الله الرحمن الرحيم، آه، عشان بس ما اقولش الآية فيها حرف مش مظبوط، فيما معناه يعني اللي انا متذكراه. ماذا يفعل ربكم، لا، زي ماذا يفعل ربكم بعذابكم ان شكرتم. دي في يعني فيما معناه يعني ربنا هيعذبكم ليه لو انتوا بتشكروا. تمام. هبقى اجيب لكم الآية بالظبط ايه واضحة، بس انا مش فاكراها يعني بالظبط ايه. تقريبا هي ماذا يفعل ربكم بعذابكم ان شكرتم تقريبا يعني. بس انا هجيبها لكم مظبوطة، وهبقى ابعتها. يبقى كمان اهو خلينا نقول برضو الآية دي بتقول لنا ايه، ان احنا لما بنشكر ربنا مش هيعذبنا، مش هيحطك في اي موضع فيه عذاب، ولا هتتعذبي ولا يبقى فيه مشقة ولا معاناة ولا اي حاجة. هتتعذبي ليه؟ انت عمالة بتشكري، فانت في تردد وفي طاقة حلوة كتير تبعدك اصلا عن الترددات، العذاب والمعاناة والعسر والضيق بقى والعرقلة والحاجات دي كلها. لا، خلاص. يبقى كل ما امتنيت، كل ما ركزت على الأشياء الجميلة في حياتي اوتوماتيك، كل ما كنت متصلة بالله أكتر اوتوماتيك، كل ما ازداد إيماني بالله وتسليمي بالله أكتر، وكل ما ازداد بقى إيماني بالله هو مش مرئي زي ما قلنا، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لسه متكلمين على العطاء، لسه متكلمين على إن أنا أتصل بالله، ولسه متكلمين على إن أنا ب... 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 بشكر الله، والمردود بتاعها أنا غيب بالنسبة لي، أنا مش عارفاه. بس انا مؤمنه ان انا كل ما هشكر كل ما هيبقى فيه زياده. خلاص خلص. كل بقى ما انا ايه، الحاجات الغير مرئيه دي تجلت في حياتي نتيجه للشكر، نتيجه للعطاء، نتيجه للايمان. فالاركان دي اركان اساسيه، مش هنقول بقى يعني، اركان اساسيه كده في تعاملك في الحياه بوعي كده. انت تبقي مؤمنه لان في هناك كتير مزيد عند الله عز وجل. فنرجع للعطاء نقول نعطي عشان في زياده انا مش عارفاها ايه هي، بس انا مؤمنه ان هي في زياده، وفيها اشياء غيبيه ربنا قال عليها موجودة بزيادة، في رزق بزيادة وفي صحة بزيادة، في كل شيء موجود عند الله بزيادة. فأنا بشكر وأنا متأكدة ومؤمنة ومتصلة بالله عز وجل إن في زيادة، فخلاص، فالزيادة دي أوتوماتيك هتتجلى في حياتي لأن أنا شيء أنا مؤمنة بيه ومدركاه وفي وعي. وقلنا الشيء اللي أنا، الفكرة اللي عندي والمعتقد والوعي اللي أنا وصلت له خلاص وتشربت وعقلي تشربه، هيتجلى في حياتي. فابتدي ان انا ايه، معجزه تتجلى. الزياده دي الاشياء الغير مرئيه بقى اللي ربنا وعدنا بيها، اللي انا امنت خلاص بيها، خلاص هتتجلى في حياتي. حلو. فخلينا دايما حته الايمان دي دايما نبقى اي شيء ربنا يقول انا اوتوماتيك انا مؤمنه بيه، خلاص مش لازم بقى يبقى موجود عشان اؤمن بيه، لا، هو مش موجود انا اؤمن. فالشكر على شيء غير موجود ده قصه بقى تانيه هنتكلم فيها برضو دلوقتي. يعني حضرتك عندك هدف ما، الهدف ده لسه ما اتحققش، فانت خلي عندك ايمان. هو شيء غيبي اهو، احنا قلنا الذين يؤمنون بالغيب، خلاص انت عندك ايمان ان هو موجود. فاعملي ايه بقى يا شطوره يا جميله، انت تشكري ربنا عليه إن هو اصلا موجود. فكل ما شكرتي على شيء غيبي مش موجود، تخيلي انت الاشياء الموجوده اللي هي قدامك اللي انت شايفاها في عالم الشهاده، في عالم الشهاده، مش عالم الغيب، مش الحاجات اللي غايبه عنك، لا ده انت شايفاها متجليه في حياتك، تشكر ربنا عليها، ربنا قال هيبقى فيها زياده. طب شيء بقى غيبي مش موجود، مال مثلا انت
طالباه من ربنا، هو غيب بس انت مؤمنه انه موجود، مؤمنه انه في رزق ما له من نفاذ، كمان بتشكري عليه. انت متخيله انت فين بقى اصلا؟ في حته تانيه خالص. انت بتشكري على شيء مش موجود اساسا، بتشكري على الزياده اللي ربنا وعد بيها وانت اصلا لسه ما شفتيهاش، ما تعرفيهاش، مش عارفه هتجيلك من انهي باب وفي انهي حته في حياتك، بس انت مؤمنه ان في زياده وبتشكري ربنا عليها. بتشكري ربنا على حاجه مش موجوده. يعني شكرنا على الموجود خلاص تمام الحمد لله يا رب، لا ده انا بشكر كمان على اللي لسه ما جايش. فاهمين ان الايمان بالشيء الغيبي ده هو جرأة اصلا، جرأة، تبقي عند قمه الشجاعه، قمه الجرأة. والايمان اصلا هو الجرأة ان انت بتعتقدي بشيء يعني غيبي، ده كده قفزه في وعي الايمان، كمان تشكري عليه. لا، ايمان زائد امتنان دي خلطه كده سريه وسحريه، تجلي اي حاجه انت عايزاها. للاخر بقى دي كده قاعده كده، ايمان ان الشيء موجود، قدر عالي من الايمان ان الشيء موجود، كمان تشكر ربنا عليه قبل ما تشوفيه اساسا، قبل ما يتجلى، قبل ما, ما يبقى موجود في حياتك. دي خلطه سحريه بتجلي الشيء في حياتك بسهوله وبسرعه. خلاص، ده فكره بس. يعني احنا دايما بنقرا كتب عن زي اللي هو بتاع آه، استر هيكس، اللي هو سال بتتكلم كتير فيه عن الامتنان، شعور الامتنان، وعندها كتاب برضه تاني عن الامتنان. إيه، مش مجرد يعني هم معلومات بتقري كتاب أو تسمعي محاضرة. أنا عايزاكم فعلا حقيقي تعيشوا الموضوع ده، تعيشوه يعني مش تجربوه، تعيشوه يبقى جزء من شخصيتكم، من كيانكم كده، يبقى الاوتوماتيك بتاعكم، يبقى اوتو بايلوت كده في حياته، زي ما اتكلمنا عن الاوتو بايلوت اللي هو سايقنا ده، اللي هو انت مبرمجه حاجه كده وسايبه لها هي القياده بقى، وعماله هي تشتغل، هي بتاكلك وبتشربك وبتعملك. خلوا الامتنان ده اوتو بايلوت بقى في حياتك، يعني تدربوا عليه وتمارسوه بشكل مستمر لحد ما وعيكم يتشربوا. فالامتنان مع الايمان خلطه سريه وسحريه، لا تجلي اي شيء في حياتك، وطبعا بالتدرج، ما يبقاش النهارده وبكره وبعد اسبوع اعمل كده والنهايه الحاجه ما جاتش. لا، مش حاجه اسمها كده. ناخد وقتنا لحد انت من جواكي كده هتوصلي لمرحله انت فعلا حاسه ومستشعره خلاص انت في سنس كده جواكي بتقول لك ايوه انت مسكتي التراك خلاص، يلا كملي انطلقي. فلما بتكوني شاكره على شيء مش موجود اصلا، كانك بتقولي لرب العالمين كل مقومات الشيء ده ان هو يظهر، ان انا عندي يقين ان انت موجود، فخلاص هو هيستخبى تاني؟ لا، هو هيبقى غيبي تاني ليه؟ خلاص، انت كأنك بتقولي لكل شيء مطلوب عشان الشيء ده يظهر، اللي هو ايه، اظهر وبان عليك الامان. اللي هو انت كأنك بتلعبي كده استغماية مع اصحابك، واصلا شايفة ان البنوتة واقفة ورا العربية، خلاص انت شايفاها ومتأكدة على يقين ان هي ورا كده، خلاص. هي بتعمل ايه؟ انت لما بتقولي لها اظهر وبان عليك الامان، انت ورا مش عارفة فلانة ورا العربية، خلاص هي بتعمل ايه؟ ما تحاولش بقى تروح يمين ولا شمال تستخبى اكتر، تروح ظاهرة طبعا، خلاص مسكت اتفقست. بالظبط كده، شبه كده بالظبط، خلاص. فانت كل ما بتشكري على شيء مش موجود، خلاص كانك انت بتقولي بيه انا في كامل يقين ان الشيء موجود اصلا، فمش فارق معايا هو ما ظهرش لسه، بس انا متاكده انه موجود، هيبتدي يظهر، خلاص. فاي شيء بقى بناخدها بقى بالعكس، اي شيء انت عايزاه، ايمان زائد امتنان. اي شيء انت بترغبي فيه، طبعا زي ما اتكلمنا بقى، ونواياكي كويسه وسليمه ومستقيمه ولله رب العالمين، ومركزيتك الله عز وجل، والاشياء بقى اللي اتكلمنا عنها او اللي هي في اليوم كان ايه تاني تقريبا، خلاص يبقى انت ايه، يبقى انت كده تمتني وتبقي مؤمنه بالشيء ده، فخلاص كده هو اتحقق، خلص. فخليكي دايما عندك ايمان ان الله عز وجل كريم،
وإن هو خلق الكون مليان بالوفرة ومليان بالكرم في كل شيء آه، أصلا متاح. فأنت بتمتني للأمور حتى اللي مش موجودة. تمتني بقى لكل الخير اللي موجود في حياتك، تمتني لكل الخير اللي هيجيلك، تمتني إن أنت عندك قوة وقدرة إن أنت آه، قادرة إن أنت توصلي للشيء ده بحول الله وقوته. بس ربنا مديني الإمكانيات أكيد، ومديني القدرات اللي أنا هقدر أوصل بيها للشيء ده، وأنا متأكدة إن الشيء موجود أصلا. وشكرا يا رب إن هو موجود. انت كده في ذبذبات تانية خالص، فاوتوماتيك الاشياء هتجيلك من تلقاء نفسها واحده واحده. انت هتشوفي ده فعلا لما انت تعملي ده وتاخدي خطوات في الاتجاه ده. انت فعلا هت... هتشهدي ده، فهتزدادي ايمان ويقين. يعني لو انت طالبه معجزه من ربنا، امتني اصلا ان المعجزه دي اوريدي موجوده، اصلا موجوده. ربنا قادر ان هو يعمل. واشكري ربنا بقى ان هو ان هي موجوده، وان انت على ايمان ان ربنا هيبعت لك الحل دوت من عنده. صدقوني والله العظيم هتحصل. خلي بس عندكم ايمان بالله وثقه لا نهائيه ولا محدوده في الله عز وجل. واشكروا ربنا على الحاجه قبل انتم ما تشوفوها. ده تصديق منكم لله ان الله قادر على فعل هذا الشيء، وان الله قادر على ان هو يجد هذا الشيء. هو الماجد الماجد الواجد، ان هو يقدر الله يكون واجد لهذا الشيء. اي حاجه، اي حاجه في الكل، لا الله لا يعجزه شيء اصلا. فانت اي شيء يجي في بالك او تطلبيه، الله قادر ان هو يحققه اصلا. فهو موجود، هو موجود. اي شيء، اي شيء. اذا كانت الجنه فيها لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والله قادر خالقها اصلا موجوده. وهي اصلا حاجات ما تجيش في بالنا ولا على الخاطر. تخيلي بقى حاجه جت في خاطرك، يبقى ايه مقارنه بقى بالجنان اللي ربنا خالقها اصلا واوجدها هديه لينا ان شاء الله، يعني باذن الله. وهي اصلا حاجات اللي ما بتجيش في بالنا اساسا، هي عباره عن ايه ولا شكلها ايه. ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تخيلي بقى الشيء انت ممكن تشوفي له صوره، وشيء ممكن آه، يكون ليه صوت، او يعني انت تقدري تتخيليه مثلا، واهو جاي في خطر. تخيلتيه، شفتيه، أم، شيء معين انت عايزاه طالباه، ومثلا لا اله الا الله كلها بتقول لك استحاله. لا، ده ممكن يبقى موجود طالما انا شفته وتخيلته وجه في بالي. وربنا وما تشاءون الا ان يشاء الله. طالما اصلا انا الشيء اللي انا نفسي فيه ده او ارغب فيه انا اصلا جه في بالي، خطر لي، فدي اصلا مشيئه من ربنا قبل ما هي تكون مشيئتي. فاوريدي هو موجود. فلما اشكر ربنا عليه، ده تصديق مني بايمان وزياده ايمان مني ان الشيء ده موجود، وانت يا رب قادر ان انت تحققه لي، ان انت تبقى الواجد لي، وان انت الماجد والمجيد. فخلاص، مساله وقت. الوقت ده بقى جه في لحظه، جه في يوم، جه في سنه، جه في سنتين، جه في اخر يوم في عمري، بس موجود. انا عندي ايمان خلاص، خلص. انا مستعده بقى الوقت اللي هبقى مستعده فعلا فيه ان الحاجه دي تبقى موجوده، خلاص هتبقى موجوده. يعني لو كن فيكون. انت انت كوني انت اصلا على الايمان ده وعلى التردد ده وعلى الثقه بالله ديت وعلى اليقين ده، خلاص كل شيء هيكون. كوني، كوني انت الاول وكل شيء هيكون. اؤمني بالغيب. احنا طبعا التفسير اللي بيتقال لنا الايمان بالغيب ده ان احنا نؤمن بالجنه ونؤمن بالنار ونؤمن بالملائكه. هو ده الغيب، هو اقتصر الغيب على كده. انما الايمان بالغيب الشيء الغايب عنك، انت مؤمنه انه موجود اصلا.
بمجرد شيء جه في خيالك كده، او رغبه جات لك كده، او حاسه او في شيء معجزه، في عايزه حل من ربنا يجيلك في موضوع معين، اؤمني بالغيب، اؤمني ان هو موجود اصلا، هو غايب عنك، بس انت اؤمني ان الله عز وجل يقدر يديهولك، قادر على كل شيء. خلاص. فكده احنا حتى الاحداث الغير جيده في حياتنا نمتن ليها، نمتن لربنا. عشان ايه؟ عشان ندرك الرساله منها زي ما قلنا. يعني نحمد ربنا ونشكر ربنا على الاشياء الجيده. مثلا لحد دلوقتي برضو البرمجه مش سهله يا جماعه، لسه بقول نحمد ربنا. والأشياء اللي إحنا الجيدة في حياتنا، والأشياء اللي إحنا شايفينها سلبية في حياتنا، نشكر ربنا عليها. لما نشكر ربنا عليها هندرك إيه الخير اللي وراه. زي إحنا كده السؤال اللي إحنا اتعلمنا نسأله لما قلناه في الأمسية بتاعت، أو في المحاضرة بتاعت قوة وتأثير السؤال. قلنا إيه؟ قلنا ما الخير في هذا والذي لم أدركه. لما أقابل موقف سيء ابقى متاكده ان في خير ليا، ده درس جاي يعلمني شيء، هيطور مني، هيطور من امكانياتي، هيطور من وعي، هيعلمني درس عشان ارتقي واتزكى واتخلى. فما الخير في هذا والذي لم ادركه. فلما اشكر ربنا حتى على الوضع السلبي اللي انا فيه، يا رب شكرا ان انت حطيتني في هذا الوضع، اكيد في شيء انت رايده لي ان انا اتعلمه. لما اتعلمه هرتقي اكتر، هقرب منك اكتر، وهبقى نسخه اجمل مني انت تحبها اكتر، وتحب ان انا اكون عليها، وتبصر فيها اشياء آه، انا لسه ما معرفهاش. فانت يعني تريد ان انا ارتقي عشان الاشياء دي تتجلى فيا. انتوا متخيلين انتوا الشيء السلبي لما تشكروا عليه اصلا، شوفوا انتوا بقيتوا فين. فانتوا عمالين تبصوا على، مركزين على الشيء اللي انتوا هتتعلموه، فهتتعلموا الدرس بسهوله. وحتى لو في شيء من المعاناه هتتجاوزوا بسهوله، انتوا مدركين ان ده خير اصلا. ربنا ما ارادش لينا اي حاجه سوء اساسا خالص. بس الناس هي عايشة في دايرة معاناة، فاكرين ان الظروف السيئة والمعاناة مش هيعرفوا يخرجوا منها، وان هي جاية بقى تعذيب من الله، وان هم مش عارفة ايه، لا. حتى لو في الظاهر انها شيء سيء، انا من جوايا ايمان تام، وبشكر ربنا على الدرس اللي انا جايلي من خلال هذا الموقف. شكرا يا رب ان انت بتريد لي ان انا ارتقي لما افهم الدرس دوت واتجاوز الموقف. بس خلاص الدرس هيجي سهل، هتفهميه مجرد انت بس شكرتي، فانت رفعتي مستوى طاقتك وذبذباتك وادراكك ووعيك، فاوتوماتيك هتبتدي ان انت تبصري الخير اللي موجود ما الخير في هذا والذي لم ادركه. بس هو مجرد ادراك بشيء معين ربنا هيبعته لك، هتدركي ان الموقف ده جالي عشان اتعلم واحد اتنين تلاته، خلاص خلص. فهتتجاوزي وهتاخدي الحكمه بقى من الدرس، تتجاوزي اي الم موجود. حتى لو في الم، اوكي ماشي، انا هعرف اتعامل مع الالم ده ازاي. مش هدخل في دايرة بقى صراع واكتئاب وانغماس في دور الضحية، لا خلاص هبقى راقية كده، واعية متزكية متصلة بالله، عندي إيمان قاطع إن كل شيء زي سيدنا محمد ما قال إن كل اللي بيحصل لابن آدم هو خير. إن كان خيرا فشكر فكان خيرا له، وإن كان شرا فصبر فكان خيرا له. كل أمر ابن آدم خيرا له، تقريبا بداية الحديث كده. إن كان خير كل شيء، انت شيء هو بقى الشيء ده خير، كل موقف كل امر لو كان خير فشكر، شوفوا فشكر فكان خيرا له، وان كان شرا فصبر فكان خيرا له. وبرده والصبر هنا مش معناه ان انا افضل حاطه ايدي على خدي او اشيل فوق دماغي واقول تمام هصبر، وهحتسب لا. الصبر يمكن انا كنت عامله حلقه قبل كده برضه عن الصبر، خلينا نقول بسرعه كده باختصار. الصبر حضرتك بتصبري يعني انت في وضع حياد، في وضع نيوترال كده، ان انت بتاخدي الشيء بحياد تام. ليه؟ عشان تعرفي تتعلمي الدرس، هو ده الصبر. زي كده لما مثلا اب، مثلا خلينا نقول اب فقد ابنه، فيقول لك ده شوفوا ربنا نزل على قلبه صبر. ليه؟ لان شايفينه متماسك، شايفينه واخد الموضوع ايه، حياد.
تام. لا هو بقى قعد يتشحتف وحزن ودبدب في الارض وعيط وانهار ووقع من طوله وبقوا يشيلوا فيه ويعملوا، لا، حياد، صبور. ربنا نزل عليه صبر، يعني شايف الامور بحياد تام. خلاص إرادة الله حصلت. فأنا في حالة حياد. ليه؟ عشان في درس هتعلمه. كل ما كنت في حالة نيوترال، زيرو، مفيش مشاعر اللي هي بقى لا بالنيجاتيف على الآخر ولا بالإكستريم بقى في النيجاتيف أو في البوزيتيف، أنا في حالة حياد، في حالة صبر، فهفهم الدرس وهشوف الأمور كلها خير. خلاص، ابني موجود فهو خير، ابني ربنا أراد إن هو خلاص يسترد أمانته، فهي خير. خير. فربنا منزل على قلبه صبر، يعني واخد الأمور بحياد، كله خير. عشان كده إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أنت مش معترضة، لا أنت فرحانة فرح السنين، ولا أنت هتموتي ومتعلقة وبتقولي لي يا رب عملت فيها كده. لا، خلاص، كل أمرك خير. فنشكر عشان يعني على السراء وعلى الضراء. في السراء وفي الضراء نشكر ربنا، كل وضع كله خير، كله خير، كله حلو، كله عشان أنا بتعلم، كله عشان انا برتقي، كله عشان انا ربنا عايز يطلعني بنسخه افضل. فانت بتسمحي لنفسك كده ان انت تبقي في حاله نمو تطور بطريقه امنه، زي ما قلت. خلاص بتتلقي بقى الدرس تعرفيه. فالشكر بيحطك في التراك الامان ده، الصبر بيحطك في تراك الامان ده. خليني اكمل بس جمله في حته الصبر دي بالمره. ان انا اصبر لحد ما افهم الدرس، بعد كده خلاص مفيش معنى للصبر هنا. الصبر اللي هو الناس حاطه ايديها على خدها، تلاقي واحده متجوزه واحد مطلع عين اللي خلفها وتقول لك لا انا بصبر واحتسب عشان خاطر العيال. لا يا ماما، لا، انت بتصبري لحد ما تفهمي انت اللي بيحصل ده بيحصل لك ليه، هو بيعمل كده ليه، انا بيحصل فيا كده ليه. مجرد ما تعرفي الليه دي مش مطلوب منك تصبري، خلاص ده الدرس وانت فهمتيه، بتاخدي قرار بقى ساعتها مطلوب منك. مش تقعدي بقى وتحطي بقى وتشيل الطين وتفضلي ضاغطه على اعصابك. الشيطان مفهمنا ان نصبر ونحتسب هناخد اجرنا في النهايه. لا، مش مطلوب منك ان انت تعيشي في ضغط وفي مهما كانت الامور كانت هتبقى شكلها ايه، وانت هتخسري ايه ولا ايه اللي هيحصل من عندك، ايا كان. مش اصلا ده مش شيء تؤجري عليه ان انت قاعده وضغطه. اذا كان ربنا بيقول لك انت نفسك اولويه، عليكم انفسكم، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. لو انت في علاقه اللي قدامك ده عنده مشكله ما وبيتعامل بطريقه معينه عشان هو عنده مشكله ما وهو مش عارف ده، وعليكم انفسكم لا يضركم من هو ضل كده، هو لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. خلاص خليك في نفسك. فهمتي الدرس، عرفتي ايه المشكله. انت استحقاقك، انت مش بتحبي نفسك، انت مش عارفه تحطي حدود، انت آه، مش عارفه تسامحي مثلا. وات ايفر كان السبب ايه، مجرد ما تفهمي السبب وتفهمي الموقف دوت، انت الواقع ده متجلي ليه اصلا، وتفهمي وتدركي السبب وتبتدي ان انت تمشي في التراك ان انت تصلحي بقى وتصلحي. خلاص، الصبر اصلا انت بتصبري على نفسك انت لحد ما تفهمي. ليه؟ لان انت ممكن تهربي. واحده زي كده في الموقف اللي انا بحكي ده تقول لك لا 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 مش مستحمله، لا مع السلامه، يلا سلام، يلا انفصال، تمام، نو برضو. لا، انت تصبري على نفسك اصلا مش على اللي قدامك. حد انت تفهمي انت اللي بيحصل ده بيحصل ليه. مجرد ما تفهمي وتعدلي وتصلحي، شكرا، خلاص هنا بقى بتختاري. مطلوب منك تختاري، مش تكملي بقيه حياتك في هذا الوضع حسابا لايه. بتدمري نفسيتك وبتدمري عقليتك وبتدمري مناعتك وجسمك وحالتك النفسيه. وعيالك اصلا مين اللي انت مستحمله عشان عيالك؟ مين دول؟ عيالك اصلا هم بياخدوا حاجات سيئه، بيشربوا حاجات سيئه، عايشين في بيئه غير صحيه وغير سليمه. يبقى انت تصبري على ايه؟ على ايذائهم؟ لا، الصبر هو انت تصبري على نفسك، على نفسك انت، لحد ما تفهمي اللي بيحصل لك. ايه، انا اديت اكزامبل بس بسيط لحد ما تفهمي ايه اللي بيحصل. فهمتي؟
خلاص الصبر هنا خلص. انت فضلتي في حالة حياد عشان تفهمي عشان تفهمي عشان تفهمي. فهمتي؟ اختاري بقى حضرتك في النهاية، انت تختاري بقى تعملي ايه. خلاص اوكي، عشان ما تقولش برضه في اللي حصل بقى في الكلام اللي احنا بنقوله. خلاص بقى احنا بقى فهمنا وعرفنا ان آه دي نقطة تحول في وضعنا، في وعينا، في حياتنا، في كل شيء، في الواقع بتاعنا. يبقى لما انا اخد تراك الامتنان، الموضوع مهم لدرجة ان انا اخصص له وقت كل يوم. ويا ريت يبقى وقت بقى مرتبط بشيء معين، مثلا بعد صلاة كذا، قبل صلاة كذا مثلا. يعني بدي اكزامبل، يعني انا عندي الصبح ده بصحى الحمد لله يا رب كل يوم الساعة 4 4 ونص مثلا. خلاص في طقوس كده معينة ما ينفعش أعمل كده. يعني مش ما ينفعش، خلاص ده اوتوماتيك عندي. عارفين زي اللي بيقوم الصبح لازم يشرب قهوة. انا الحمد لله، وانا حابة ان انتوا تجربوا ده وتشوفوا وتدوقوا الجمال بتاع الموضوع ده. تقعدي بس كده في خلوة كده مع نفسك كده والناس كلها نايمة. طبعا اللي يقدر يعمل ده ما بقولكوش يعني، وهدوء وصمت كده وسكون وعلى ان انتي بربنا بس عمال تشكريه على النعم اللي هو مديها. واكتبي، امسكي ورقة وقلم واقعدي اكتبي. او مثلا اربطيها بوقت، مثلا انتي قبل النوم انتي كده على السرير امسكي دفتر صغير نوتة واكتبي لحد ما تروحي في النوم. شوفي انتي نايمة بقى على ايه، نايمة على ايه، اخر حاجة عملتيها في يومك ايه. ان انتي شكرتي ربنا ونمتي، انتي في وضع يعني السيتنج بتاعك حاجة واو. طب انتي الصبح بدأتي يومك بإيه؟ ان انتي بتشكري ربنا، انتي طول اليوم انتي بتردداتك مرتفعة، في نشاط، في قوة، في إقبال على الحياة، في جمال كده، في روعة، في خفة، في دم خفيف، في تقبل. عملتي التأمل بتاعك، اتكلمنا عن التأمل امبارح، دقيقتين ثلاثة خمسة. انتي لا بادئة يومك من حتة تانية خالص غير كتير من الناس الغافلين. انتي كده في سلم الارتقاء. وعليكم أنفسكم، ما تروحيش تنصحي ناس بالكلام ده وهم مش مستعدين لتلقي الكلام ده. انت كوني انت مثال يحتذى بيه. الناس تيجي تسألك هو انت بتعملي كده ازاي؟ هو انت ازاي على طول مبتسمة كده وبتضحكي؟ هو انت ازاي اي مصيبة سوداء تحصل في الشغل انت ولا انت هنا؟ هو انت ازاي طول النهار ما يعني مقبلة كده على الشغل، حتى البريك بتاعك بتشتغل؟ انت لما تلاقي الناس بقى بتسألك الأسئلة دي جاوب عليهم بقى، قولي عشان انا بعمل كذا وكذا وكذا. والله قبلوا الكلام بأدب وباحترام وبتقدير كده، وبدأوا يسألوا طب يعني ايه، طب فين، طب ازاي، طب ابدأي اشرحي وقولي. لو حسيتي بقى انك كان يومين اعملي حدود على طول اهو. بس هتعرفي تتعاملي انت ساعتها. ف يعني كل بقى ما مارستي الموضوع بان انت عملتي الخلوه بتاعتك دي ولو دقايق بسيطه، تذكرتي، حطيتي منبه مرتين ثلاثه اربعه في اليوم يرن، انت تمتني لله في اللحظه اللي رن فيها المنبه دي على شيء وانت اصلا كنت غافله مشغوله بحاجات تانيه في الحياه. تكتبي زي ما قلنا مثلا الصبح بالليل قبل ما تنامي. انت كده قاعدة عمالة تبرمجي عقلك، بتعيدي برمجة عقلك، تزرعي فكرة جديدة. بتحافظي على مستوى تردداتك مرتفع طول الوقت. فخلي بليز 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 خلي الامتنان ده لايف ستايل بالنسبة لك، جزء من حياتك. هتبقي عندك باور خطير، وكله مرتبط ببعضه. بس تلاقي نفسك في ريفليكشن بقى بتعملي حاجة بحب، ممتنة لكل شيء بيحصل في حياتك، ممتنة للدليفري حتى اللي بيجيلك، ممتنة للموبايل اللي في ايدك، ممتنة للنت اللي خلاني ب- بكلم ناس ممكن تكون كل واحدة منكم في بلد شكل، في محافظة شكل، لصوتي اللي أنا قاعدة بتكلم فيه والحمد لله رب. يعني خلاني أقدر إن أنا أوصل رسالة، أساهم للناس إن هم يعملوا شيء يرضي ربنا، يوصلهم أكتر بربنا. امتني لكل شيء في حياتي، امتني للزرار بتاع البلوزة بتاعتي،
ان هي قافل الحته دي فمغطي الحته ديت، فمفيش سقعه. ده امتني لكل شيء، كل شيء واي شيء وعلى اي شيء. خليكي بس انت في المود ده. مم. يعني حابه ان انا اسمع نتائج بقى على كل الاشياء اللي احنا قلناها دي.